النهارده زي ما انتم شايفين الجو برضو قلب تاني وبيشتي تاني تلج. الجو متغير خالص اليومين دول. دلوقتي انا بحاول حاجه، بشغل المايك على التليفون وبسجل بكاميرا التليفون تاني عشان انتوا عارفين التليفون بتاعي مكسور. لكن ده مش الموضوع بتاعنا النهارده ان شاء الله هنتكلم عن طرق تحويل الفلوس من مصر او من اي دوله لروسيا، عشان انتوا عارفين بعد العقوبات وكده روسيا وقفت التعاملات البنكيه وسويفت، وانا كنت نزلت لكم قبل كده الموضوع بتاع اللي هو يونيون بي لا ويسترن يونيون ازاي شغال وكده. فانا النهارده باذن الله هبدا اقول لكم كل الطرق، علشان الجنيه وقع اليومين اللي فاتوا دول وانا مصري، فانتوا عارفين الموضوع ده اظن. فالموضوع ده برضو الناس برضو بتستغل الطلاب وبتحول باسعار وحشه. فانا النهارده باذن الله هقول لكم كل الطرق المتاحه ازاي تحولوا الفلوس البنكيه بتاعتكم، الفلوس بتاعتكم ان شاء الله اذا كانت من مصر او من اي دوله مهما كانت لروسيا، وان شاء الله هتكون بسعر الصرف اساسا اللي موجود، مش بسعر جوجل دايما، لكن هيكون سعر كويس جدا. فدلوقتي بس انا رايح ارمي شويه زباله وهشتري شويه حاجات من السوبر ماركت للفطار وكده، وان شاء الله بعديها هنكمل كلام مع بعض من جوه البيت. فهسيبكم مع شويه فيديوهات كده وراح اشتري شويه حاجات وانا برضو برمي الزباله وكده، وهطلع البيت وهنكمل كلام مع بعض. عاملين ايه؟ طلعت فوق الشقه وجو بره زي ما انتم شايفين او شفتوا، يعني الجو عمال يشتي وكده. فحبيت اشرح لكم النهارده زي ما قلت طرق التحويل كلها، ومنها برضو طريقه اللي احنا بنحول بيها للطلاب. يعني اي طالب حاليا حابب اللي هو يحول فلوس من مصر، مصاريف جامعه بقى او اي مصاريف، هيحول عن طريق اللي انا بقول له عليه، اللي انا هقول عليه النهارده ان شاء الله. فهنبدا الاول خالص بالحاجات العاديه، وهي اول حاجه كارت مير. الكارت ده عبارة عن كارت روسي زي الفيزا ماستر كارد. على فكرة معلومة سريعة، فيزا وماستر كارد دي شركات عادية خالص، بس هما اتوقفوا في روسيا، اللي هما التعاملات الدولية بتاعتهم اتوقفت في روسيا بعد ما وقفوا نظام سويفت. تمام، دي أول حاجة. في كارت اسمه مير، ده كارت روسي بيطلعوه من روسيا، وانا سمعت من فترة قريبة تقريبا من شهر اللي هو ابتدوا يعتمدوه في مصر. فلو حد حابب اللي هو يحول الفلوس عن طريق بنك مير، هيروح البنوك في مصر يسأل انهي بنك في اللي هو بيتعامل مع مير عموما، والشخص هيجي هنا اللي هو الطالب مثلا في روسيا، هيجي هنا ياخد كل البيانات بتاعة الكارتة بتاعته يديها لوالده او لقرايبه يعني في مصر. هم هيبعتوا له على الكارتة بتاعته دي من البنوك هناك، وهم هياخدوا اكيد كوميشن اللي هي عمولة. اظن العموله بتاعتهم عاليه شويه، فدي مشكله التحويل البنكي. لكن ممكن تلاقوا بنك ما بياخدش عموله عاليه، وعلى حسب انت هتحطوا دولار ولا هتحطوا جنيه مصري وهكذا يعني. ده اول حاجه. تاني حاجه هي يونيون باي. يونيون باي مش ويسترن يونيون. ويونيون باي ده حاجه برضو زي مير وماستر كارد وهكذا، لكنه صيني مش روسي، وشغال في روسيا عادي خالص. وممكن في برضو بنوك في مصر بتتعامل عليه، بس هو مش مشهور قد كده. في بعد كده الطريقه اللي بعد كده اللي هي علي باي، ده نظام صيني بس مش متوفر في جميع انحاء العالم، دي مشكله، والموضوع بتاعه يعني رخم شويه. بعد كده احنا نعتبر خلصنا موضوع اللي هو الكروت البنكيه اللي هي الفيز والكلام ده. فهنخش بعد كده على حاجه يعني مرحله تانية من الموضوع ده.
اول حاجة وهي ان الشخص يعمل حساب بنكي في دولة تانية كانت تبع الاتحاد السوفيتي، زي بيلاروسيا او زي مثلا كازاخستان، كيرجستان، اي دولة من الدول دي. الدول دي ما وقفش عنها نظام سويفت ولا اي حاجة، وبيتعاملوا عادي خالص، وبرضه بيتعاملوا مع روسيا. فالشخص لو يقدر يفتح حساب بنكي في الدول دي اللي هي كانت دول تبع الاتحاد السوفيتي زمان، هيقدر اللي هو يحول من مصر عليها ان شاء الله لو حتى ويسترن يونيون، بس لازم يكون لو في ليه حد هناك لو هو يحول ويسترن يونيون، او يا اما عن طريق حساب بنكي وهكذا. وبعد كده ان شاء الله بعد ما يخلص الموضوع ده كله اللي هو الفلوس هتوصل له هناك، هيقدر يستلم الفلوس عادي خالص في روسيا. بس اظن برضه هيبقى فيه كوميشن عشان هو ياخد الفلوس الاول من مصر للدوله الاسيويه او الدوله اللي كانت الاتحاد السوفيتي، وبعد كده يرجع ياخد الفلوس مره تانية هنا في روسيا. فاظن الموضوع ده شويه هيبقى ملخبط بالنسبه للناس. اخر حاجه تعتبر هي مش الاخيره، انا لو افتكرت حاجه تانية ان شاء الله هعملها لكم. الفيديو ده كده سريع اللي انا حبيت اقدم المعلومه دي كده، لكن انا لو في كلام تاني برضه هقوله في اخر الفيديو، تمام. لكن الفيديو ده ان شاء الله انا ممكن هينزل النهارده تقريبا الخميس، فهنزله النهارده ان شاء الله. هتبقى معلومه كده سريعه وكل الناس طلبت مني المعلومه دي. اخر حاجه وهي العملات الرقميه. العملات الرقميه دي هي اللي احنا بنتعامل بيها مع الطلاب كلهم، مع اولياء الامور، مع كل حاجه، او حتى لنفسنا. بنعمل ايه مثلا؟ هشرح لكم الموضوع عشان ما فيش حد هيشرح لكم اليومين دول، لان في ناس يعني ممكن في ناس كتيره قوي تهاجمني اصلا في الموضوع ده، لان في ناس بتسترزق الموضوع ده، بس في ناس تانية بتستهبل في الموضوع ده. الموضوع كله كالاتي: هو شراء عملات رقميه، اذا كانت بقى اللي هي العملات الالكترونيه، اذا كانت بيتكوين، دولار امريكي اللي هو الالكتروني، او ذهب، او الكلام ده كله، لكن عن طريق العملات الرقميه. علشان روسيا زي ما قلنا نظام سويفت وقف، لكن محدش يقدر يوقف في العالم كله نظام العملات الرقميه في العالم، لان هي اصلا عملات مشفره، محدش عارف فلوس بتيجي منين وتروح فين. فانا هشرح لكم ان شاء الله احنا ازاي بنتعامل في الموضوع ده، ازاي احنا بنبعت الفلوس للطلاب او بنحول فلوس لنفسنا. اول حاجه لازم يكون عندك محفظه في مصر، فودافون كاش، اتصالات كاش، اي محفظه وات ايفر هي ايه، تمام. دي اول نقطه. بس لازم يبقى شرط المحفظه دي بتعمل فيز وهميه. عارفين ايه الفيز الوهميه؟ اللي انت مثلا في كود بتضربه مثلا على التليفون، لو انت معاك فودافون كاش بيطلع لك فيزا بكل ارقام اللي هي ال 14 رقم والثلاث ارقام اللي ورا وكل حاجه. لازم المحفظه بتاعتك بتطلع فيز وهميه. بعد ما تحط المبلغ عليها بتطلع الفيزا الوهميه دي وبتحطها على ابلكيشن من الابلكيشنز بتاعت التعاملات اللي هي الدوليه في العملات الرقميه. واحنا نعتبر كلنا بنستعمل برنامج اسمه الاتنين دول. هتخشوا عليهم تفتحوا اكونت عادي خالص، وهيطلب منكم معلومات كتير، باسبور وتصور بالباسبور بتاعك وحاجات كتيره قوي. لكن بعد ما تخلصها ان شاء الله بينانس، بعد ما تخلصها ان شاء الله يبقى انت كده عندك المرحله اللي بعد كده، هي انك تحط الفيزا الوهميه اللي انت عملتها في الابلكيشن. انت قاعد في مصر، انت قاعد في روسيا، مش تفرق كتير، هتحطها على الابلكيشن وبعد كده هتشتري عملات رقميه بالمبلغ ده، تمام. العملات الرقميه دي ان شاء الله يعني نختار مثلا دولار امريكي لانه ما بيتغيرش كتير، ما بيتغيرش فجأة مرة واحدة، غير مثلا بيتكوين بيطلع وينزل $1000، فمش هتبقى بالنسبة للطلبة حاجة كويسة جدا اللي هو يخسر في فلوسه في نفس الثانية. فتشتري عملات رقمية مثلا زي ما قلنا دولار أمريكي، وبنيجي هنا واحنا في روسيا قاعدين نمسك مثلا اللاب أو الفون، بنخش على نفس الابلكيشن، على نفس الاكونت، على نفس كل حاجة، وكده كده الاكونت بيبقى بتاعنا، ونبيع العملات الرقمية اللي احنا اشتريناها، وتخش على المحفظة بتاعتنا. من المحفظة دي بنحولها فلوس على الحسابات البنكية بتاعتنا، وبالطريقة دي تقدر تحول فلوس من هنا لأي دولة في العالم، من أي حتة أنت عايزها. وفي ناس بتشتغل فيها غسيل أموال وحاجات دي ما لناش دعوة بيها خالص، لكن وإن شاء الله أنا هشرح لكم الموضوع ده مفصل بإذن الله في فيديو خاص لوحده، وهوريكم إزاي كل خطوة تعملوها. فدي تعتبر كل حاجة ان شاء الله انتوا هتحتاجوها عشان تحولوا فلوس، دي المعلومات كلها. وانا لو ما شرحتش موضوع اللي هو التداول بالعملات الرقمية ده دلوقتي، انا هشرحه باذن الله في فيديو تاني مفصل، في استنوه ان شاء الله. وهكون برضو بره وكده، لكن انا الفترة دي ملبوخ خالص في كذا حاجة، والتليفونات يعني معايا تليفوني اصلا واحد بايظ ملهوش قطع غيار، والتاني خلاص الله يرحمه يعني بيسقط شبكة والدنيا زي الفل معايا. فانا اصلا مش بصور التليفون بتاعي. فان شاء الله الفيديو ده يعجبكم، يا رب يعجبكم.
الفيديو حوالي 8 9 دقايق حاجه زي كده، بس هتلاقوا فيه كل المعلومات. انا ما كنتش كاتب سكريبت ولا اي حاجه. تمام، ان شاء الله الفيديو ده يعجبكم باذن الله، ونخلي شويه اللي هي شويه معلومات للطلبه، ودي من يعتبر من اهم المعلومات اللي انا هقدمها او قدمتها للطلبه لحد دلوقتي. واتمنى لكم كل خير ان شاء الله، وربنا يسترها وربنا يوفقكم ان شاء الله، ويسترها معانا ومعاكم في اسعار الجنيه دلوقتي لكن ان شاء الله في البروفايل بتاع الفيسبوك هبقى اشرح لكم وجهة نظري عن اللي بيحصل دلوقتي في الاقتصاد في مصر. تمام، فدلوقتي ان شاء الله اشوفكم فيديو جديد، وانا برضو لسه الفيديوهات بتاع الكازان لسه بخلصها، واشوفكم فيديو جديد. وحشتوني الصراحة، وهتوحشوني تاني يلا سلام.